هي السلام عليكم، إن شاء الله تكونوا بأتم الصحة والعافية. أنتم مستوعبين يا جماعة إنه تعرفوا طبعا كلكم قضية الطفلة جنات. 40 مليون مقهور، 40 مليون تم التحرش بهم بفعل شخص يمني كان محصن. شاف بنت عمرها 9 سنوات، كبل وربط وألقم فمه واستفعل به. أنتم متخيلين هذا الشيء؟ وجزاؤه قام القاضي يحيى المنصوري حكم على أحمد نجاد ب 15 سنة و5 مليون أو 6 مليون. فردة فعل الأب قال القاضي: يا قاضي جيب لي بنتك وأنا أدي 10 مليون. طبيعي أب بنته اغتصبت، فرد على القاضي الهزيل، القاضي اللي يا ليت ما هو قاضي. فقام القاضي حبس من؟ حبس أبو جنات. طبعا أبو جنات حبس بعد ما قال الكلمة هذه بأسبوع أو ب10 أيام. بينما طاهر الصياغي محبوس. دخلوا له اللي بالقسم واللي بالنيابة والناس والجهات يقولوا له: وقع على الحكم اللي حكمه يحيى المنصور وانت بتخرج بكفالة. يعني حبسه مش لانه رد على القاضي، حبسه ضغط عشان يقبل بالحكم ويوقع عليه، يوقع على شرف بنته، يوقع على شرفنا. 40 مليون. هذا الحكم عند الحوثة. علي الحرام انه اعراضنا بتكون بريال. علي الحرام انه بيكون اختك تشوفها تغتصب في ميليشيا بحكم ميليشيا الحوثي وانت ما انتش منهم، والله لا يدوا لك 5 مليون ويسكتوك زي الكلب. انتم متخيلين انه عرضك انت يا اليمني يستباح ب5 مليون و15 سنه؟ عاد بس يناف، عاد ممكن ينزل من ال 15 سنه ينزل ل3 سنوات ويخرج، وبعدين يقص يفقش له بنات الناس. انا لو انا اب، علي بنعمه ربي، علي بنعمه ربي وحد اتحرش بواحد من اولادي، والله ما اروح اشتكي يا قاتل يا مقتول، حزة ما اروح انتفض انا ولا انا والعماره كله، انا والعائله حقه كله. راس ولدي ب100، راس بنتي ب1000. هو معانا الا الشرف نفرط به، هو معانا الا النخوه نفرط به. اكتشفنا 40 مليون جالسين مستفزين ومقهورين من جماعة الحوثي وأحكامهم. الآن لو كانت بنت مشرف ولا بنت قيادي، هذه بنت سيد، كيف يغتصبها واحد يمني؟ كما احنا عندهم يمنيين، ما احناش ما هم زينا، هم سادة، هم أولاد الرسول، نطفتهم طاهرة، وإحنا نطفتنا مغشوش مخلوطة صلت وزيت. هم نطفتهم بيور نقية. لو بنته حصل له هذا الشيء أقسم بالله العظيم إن ال70 لا يتطعفر راسه داخل ال70. بس إنك يمني ضعيف مستضعف، لا. شو ال5 مليون ل 6 مليون و15 سنة وعادوا يخرج؟ والله لا يخرج. لا متى نجلس كذا؟ أرضنا مستباح، لا معانا أرض ولا معانا أمان ولا معانا معاشات ولا معانا غذاء ولا معانا تدريس ولا معانا حاجة. أزيد ولا يزيد معانا الشرف. هذا قدو زغب لا آخر شيء. مع عماتينا ومعانا الشرف جالسين نهاية على العالم والمجتمع والدنيا كله إنه معانا شرف وإن إحنا أصحابنا أخوة. أقل حوثيش يلغيها. 15 سنة و5 مليون، شرفك ب5 مليون. أيوه، دام إن إحنا قابلين وساكتين بهذا الشيء. الحوثي الآن يستفز 40 مليون، قال هاب دولة، زدت تنهب شرفنا. تحبسوا الرجال وتضغطوا عليه عشان يوقع على الحكم. تم مجانين، تم مصاريع، بتتقبلوا هذا الشيء؟ ليش تستفزوا الناس؟ قال القاضي انا بدي 10 مليون. ايوه، لمو تدي 10 مليون ادي 5، ادي 5، ولو القاضي جاب محامي زيدوا مليون، 6 مليون، وشو لك 15 سنه واستأنف، يمكن نرجع لك 3 مليون يا طاهر الصياغي. اما رسالتي لبيت الصياغي: الا لعنه الله عليكم لانتم رجال. علي بنعمه ربي انكم اجيتم غلطه يا بيت الصياغي، يا مشايخ ويا أعيان ويا تجار صياغي. علي بنعمة ربي ما بينكم رجال مقرح
ولا لبينكم رجال مقرح ما رضيتم على بنتكم. 40 مليون جالسين يصيحوا بيت صياغي مبتسين، عدبوش مشايخ من بيت الصياغي وأعيان من بيت الصياغي جالسين يطبلون. رجال أرتر، رجال صنعاء، وينكم؟ وينكم؟ ولا بس قزاح بلا أعياد تصوروا بالسبعين بالجنبية الصيفاني والسيارة الجديد. في الصاع معكم، في الصاع بس صح. روحوا تعلموا الرجالة من أصحاب رداع، أقسم بالله، أقسم بالله والله أنكم تروحوا ترضعوا الرجالة رضيع من رجال رداع. اغتصب طفل دخل السجن ثاني يوم إعدام. نفذوا شرع الله، لعنة الله عليكم لأنتم تعرفوا الله أساسا. لا حول ولا قوة إلا بالله. مع السلامة.